انواع الطلاب لما النتيجه تظهر. اول نوع ده بيبقى الاتم البارد اللي بيوتر البني ادمين كلها، يقعد يستنى نتيجه اصحابه بقاله سنه ولا كانه داخل سحب على مرسيدس. الموضوع بالنسبه له ممتع، هو مبسوط كده، هو قاعد بيوترنا كلنا مبسوط. تلاقي واحد كده طالع لك على جروب الدفعه، يا جماعه النتيجه ظهرت، خش ما تلاقيش النتيجه ظهرت ولا حاجه، ولا لا اصل انا دخلت امبارح ما لقيتهاش ظهرت، قلت يبقى ظهرت النهارده. ده بيخنق كل اصحابه. اي خروجه بعد الامتحانات بتبقى انتوا طالعين كده مبسوطين، بتحاولوا تمحوا الامتحانات من ذاكرتكم اساسا، تلاقي واحد طالع زي الخازوق، يا جماعه صحيح النتيجه بكره. يا عم ما تسكت يا عم، يخرب بيت ام نكدك يا اخي. وتلاقيه اول واحد يتصل بيك اول ما النتيجه تظهر، الو ايوه يا احمد النتيجه ايه ظهرت خلاص، هات رقم جلوسك، هات رقم جلوسك بس النتيجه ظهرت اهي خلاص. تبدا بقى تشنج وكلام مش مفهوم كده، لا 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 النتيجه ما ظهرتش، لا لا يا عم مش فاهم انت عايز رقم جلوسي ليه؟ انا هو انت امي؟ انت يا ابني بتاخد كوميشن على الدرجات اللي انا بجيبها؟ في نوع تاني بقى ده رايق قوي، ده كده بيبقى قاعد في جزر المالديف ماسك اناناسيه كده سرحان كده، تكلمه انت تقول له النتيجه ظهرت. نتيجه ايه؟ الامتحانات. ايوه يعني انت يعني مكلمني يعني وكنت بتكلم انا وقفلت التليفون رديت عليك عشان تقول لي النتيجه. يا عم جبت كام يا عم؟ يعني انا جبت 48. طب الحمد لله 48% الحمد لله. يا ابني انت كده ساقط. يا عم الحمد لله يا عم، لازم نحمد ربنا على النعمه، غيري مش لاقي ياكل يا احمد. 48% حلو. في نوع تاني بقى وده الخلبوس الناصح، ده تلاقيه يقول لك ايه انا سقطت، انا هسقط، انا اصلا فقدت الذاكره قبل الامتحان بربع ساعه، دخلت مش فاكر اي حاجه وهشيل المواد، وتطلع النتيجه ما تلاقوش ناجح، تلاقيه الاول على الدفعه، بل الاول على الكره الارضيه كلها. تساله يا ابني انت جبت ازاي انت سقطتنا؟ الله يخرب بيت امك، قعدت تقول لي مش مذاكر ما ذاكرتش. والله ما خدت بالي ان انا حليت اصلا، انا حليت انا مش واخد بالي ولا ايه؟ انا محظوظ والله، الحمد لله خزوقتكم كلكم. في نوع تاني بقى وده الثقه بالنفس، ده ميزته ثقته بنفسه، تلاقيه قبل النتيجه يا ابني انا مش مستني نتيجه اصلا، انا الاول باكتساح امتحانات كده حليتها بعيني. هي دي امتحانات تطلع النتيجه تلاقيه ساقط 3 سنين وهو مش واخد باله، تلاقيه هو قاعد بقى بعد النتيجه تظلم، والله ظلم، والله العظيم ظلم، وانا عايز اعاده تصحيح، يدفع 40,000 جنيه اعاده تصحيح ويزيد له درجتين في الاخر. شفت بقى ان انا كنت مظلوم، ظالميني في درجتين ولاد الايه. في نوع تاني بقى وده بيبقى اكتريته بنات، بيبقى عرق النكد عندها قارص عليها شويه، تقطعات قبل الامتحانات وبعد الامتحانات، قبل النتيجه وبعد النتيجه عادي، حتى لو جابت 102% هو واهلها ممكن يعاقبوها وتلاقيها بتعيط برضه، جبت 102%، كان فاضلي نص درجه واجيب 160% اللي انا كنت عايزه. زي ما اهلها بيبقوا دكاتره كده قاعدين بالبالتو معاها، ان شاء الله السنه الجايه تعوضي وتجيبي 200% اللي احنا عايزينه، احنا مسامحينك خلاص والله مسامحينك. اول ما النتيجه تظهر في نوع تاني كده برضه، بس ده اكتريته ولاد، هو بيبقى قاعد يبص كده يلاقي 60%، يا ماما جبت مقبول والله العظيم جبت مقبول، وتلاقي امه بتزغرط وابوه جاب له مرسيدس، مش عشان درجه حلوه لا عشان هم عارفين ان هم مخلفين متخلف اساسا.